واش تقدر دير الا تحرمتي من ولدك في ليله العيد وما بقى عندك ما تخسر في الدنيا؟ هذا الراجل قرر يجاوب بالرصاص ماشي بالهضره. فيديو جديد على قناتكم تفرج معنا، واليوم ملخص فيلم سايلنت نايت، قصه انتقام غتحرك فيكم كاع المشاعر. نهار نويل كان براين كيدوز واحد اللحظه هانيه مع مرتو وولدهم الصغير في الحديقه ديال الدار. كلشي موجود، الهدايا واجده تحت الشجره والضحك ديال الطفل كيعمر المكان بالحياه. ما كان حتى واحد فيهم متوقع باللي هاد الفرحه غادي تنقلب في ثواني قليله لأسوأ ذكرى في حياتهم. من بعيد تسمع صوت فرانات كتحك في الارض، ومن بعد يسمعوا صوت ديال القرطاس. جوج عصابات كانوا كيطاردوا بعضياتهم وسط الحي كيطلقوا النار بلا حساب، والقرطاس طاير في السماء. براين ومرتو جراو عند ولدهم وحاولوا يغطيوه بالاجسام تاعهم، ولكن ملي سكت القرطاس وهربوا للواطه لقاو الدم كيسيل من حوايجه. الطفل تصاب برصاصه طايشه وما بقاش كيتنفس. مرتو بقات حاضناه وهي ما مصدقاش. براين شي حاجه تهرست لداخل ديالو، بلا ما يفكر ناض كيجري مول العصابات مدفوع بالغضب اكثر من العقل. شاف اللوطو خضراء داخله الزنقه ضيقه وتبعها حتى لقى عصا ديال الحديد وسط الزبل، هزها وضرب بها اللوطو. السائق فقد السيطره للحظه، ولكن سرعان ما رجع وتحكم فيها. اللوطو دارت ورجعت نيشا عند براين، حاول يتفاداها طاح في الارض. من داخل اللوطو هبط واحد الراجل قرع، ملامحه بارده وعينيه ما فيهم لا خوف لا رحمه. كان هذا هو بلايا زعيم العصابه. رفع كابوس وضرب براين في رجله، الله يتلوح حدا الحيط. قرب منه بشويه، شاف فيه من الفوق بحال شي حشره، وقبل ما يرجع اللوطو صوب السلاح مره ثانيه وضربه في عنقه، خلاه غارق في دمه. مقتنع باللي سالى منه وزاد بحال الى ما وقع والو. براين وصل للسبيطار وهو بين الموت والحياه. دخل في غيبوبه طويله والالات هي اللي بقات كتنفس بلاصتو. المفتش دينيس المكلف بالقضيه جا يشوفو وحط البطاقه ديالو فوق الطابله، لكن ما كان عنده لا شاهد يقدر يهضر لا دليل كافي يوصل للقتاله. مرت براين كانت كتجري كل نهار، تريح حداه وتشد يدو بساعات. وحتى برا في السرجم كان واحد الببغاء كيجي باستمرار ويوقف فوق الحافه ساكت كانه كيتسنى براين يرجع من داك الظلام. بالنسبه لمرتو حضور داك الطير كان بحال اشاره صغيره باللي روح ولدهم مازال كتدور حداهم. من بعد مده براين بدا كيحرك صباعه وفتح عينيه، نجا من الموت، ولكن الرصاصه دمرت ليه الحبال الصوتيه. الطبيب فهموا باللي الضرر نهائي وباللي الصوت ديالو عمرو يرجع كيف كان. من داك النهار ولا يفتح فمه باش يصرخ وما يخرج غير الهواء. كان حابس وسط جسمه، عنده حزن وغضب يقدروا يقلبوا المدينه كامله، ولكن ما قادر يقول حتى كلمه. بدا اعاده التاهيل بصعوبه، تعلم يرجع يمشي ويحرك جسمه، وكل خطوه كانت كتذكره بالقرطاس وبالطفل اللي ما غاديش يرجع. ملي خرج من السبيطار ورجع للدار لقى الوقت واقف بلاصتو. الكره ديال ولده باقيه في الحديقه ولكن فرغات من الهواء، اللعاب مرميين كيف خلاهم، والهدايا اللي ما لحقش يحلها ما زالت تحت الشجره تاع نويل. مرتو حضناته من اللور، لكن حتى الحضن ما قدرش يخفف داك الثقل. مشى براين الثلاجه، خرج قرعه تاع الشراب وبدا يشرب بلا حساب. هي كانت واقفه في الباب كتراقبه حتى انفجر الحزن ديالها. خسروا بجوج نفس الولد، ولكن كل واحد فيهم كان غارق في البحر بوحده وما بقى بينهم حتى كلام يقدر يبني قنطره. براين سد راسو في القبو الاسابيع، غرق في الشراب، ما كيشوفش الشمس وما باغيش يشوف حتى بنادم. كان كيشوف وجه ولده في كل زاويه ويسمع الضحكه ديالو في الذاكره. ومن بعد كيرجع للحقيقه البارده، القتلى مازالين طلقاء وعايشين حياتهم عادي. واحد النهار وهو سكران وضايع وقف قدام صوره الطفل وحسب شي حاجه كتبدل الداخل ديالو. فهم باللي الا بقى بهذا الشكل راه القرطاسه اللي قتلت ولده غادي تكمل وتقتلو حتى هو. الكور ديالو بدا كيتحرك، مسح دموعه، حيد الشراب من قدامه وقرر يلقى القتله ويحاسبهم بطريقته. مشى للكوميساريه بحال اي اب مجروح باغي يعرف فين وصل التحقيق. سول المفتش دينيس باشاره والكتابه واش كاينه شي نتيجه جديده، ولكن الملف كان واقف. دينيس خلاه شويه بوحدو في المكتب وعينين براين شداتو. طابلو عامر بتصاور المجرمين وافراد العصابه. قرب وبدا كيتصفح الوجوه حتى تعرف على بعض الناس اللي شافهم ذاك النهار. خرج تليفونه وصور الطابلو كامل صوره بصوره، اسم باسم، وجه بوجه. ومن بعد وقف قدام رسم ديال بلايا، عرف مباشره نفس العينين الباردين ونفس الراجل اللي ضربوه في عنقه وخلاه يموت في الزنقه. ملي رجع دينيس لقى براين متوجه للباب، تبادلوا غير نظره قصيره، ولكن المفتش لمح فيها شي حاجه جديده. الاب اللي دخل كيقلب على العداله خرج وهو شايل الغضب واضح. براين رجع للدار، طبع التصاور وعلقهم في حيط واحد، بدا يرسم الطرق ويربط الاسماء بالاماكن ويجمع اي معلومه يقدر يوصل ليها. اختار ليله نويل العام الجاي الذكرى الاولى لموت ولده باش تكون موعد الحساب.
كان عنده عام تقريبا يحول راسو من راجل مجروح ومهزوز لسلاح حي يقدر يدخل وسط العصابه كامله وما يتراجعش. بدا التدريب من الزيرو. في الاول حتى الجري لمسافه قصيره كان كيقطع عليه النفس ورجليه كانوا كيترعشوا من اثار الاصابه. كان كيطيح كينهض ويعاود بلا عطله وبلا ما يسمع جسمه ملي يطلب الراحه. تعلم القتال اليدوي، كيفاش يسد الضربه، يعطل حركه الخصم ويطيحه باقل وقت. كل اسبوع كان كيزيد الحمل وكل الم كان كيتحول عنده الوقود. مع مرور الشهور تبدل جسمه، ولات حركاته اسرع ونظراته اكثر تركيز. ما كانش كيتدرب باش يربح بطوله، كان كيتدرب حيت مقتنع باللي اي خطا في ليله الانتقام غادي يعني الموت. عرف باللي العضلات ما كافياش ومشى لميدان الرمايه. التجربه الاولى كانت فاشله، الرصاص مشى في كل جهه والهدف بقى شبه سالم. خرج كاره ولكن ما وقفش، راه على الاسلحه، تعلم كيفاش يفكها وينقيها ويعرف وزن كل قطعه. ومن بعد رجع للرمايه مره شويه بشويه ولات يدو ثابته وتنفسه محسوب وكل طلقه كيتقرب اكثر لوسط الهدف. في النهايه ولات الرمايه ديالو دقيقه وجراحيه بلا تردد بلا حركات زايده. تدرب كذلك على السياقه السريعه، الدريفت، الفرمله المفاجئه والتحكم في اللوطو وسط الممرات الضيقه. كل نهار كان عنده برنامج صارم مكتوب قدامه، كيفيق بكري، كيرجع حتى كيتحرق صدره، كيرجع يضرب بالصاك ويعاود نفس الحركات 10 المرات. ومن بعد كيمشي للرمايه او للسياقه. في الليل عود ما يرتاح كان كيجلس قدام الطابلو وكيتامل الصور، يرسم في خياله كيفاش يقدر يدخل، فين يقدر يتخبى الخصم، وشحال من ثانيه خاصو باش يبدل السلاح او يخرج من الطريق مسدود. بعض المرات كانت الاصابه القديمه في عنقه كتوجعه، يوقف قدام المرايه ويشوف الندبه اللي خلاها بلايا. ما كانش غير علامه فوق الجلد، تذكره يوميه باللي خصمه سبق وحكم عليه بالموت. براين حتى تعلم يعالج الجروح البسيطه بوحده، استعمل معدات بلا ارتباك لانه كان عارف باللي وسط المعركه ما غاديش يلقى شكون يعاونه. كان كيدرب رده الفعل ديالو في الظلام ويعاود تحميل السلاح تولي الحركه تلقائيه لا حتى تفاصيل الصدفه. ومع ذلك كل ما ولا اقوى كان يبعد اكثر على الحياه اللي كان عايشها. الصور العائليه بقات فوق الحيط ولكن وجه الاب اللي فيها ما بقاش كيشبه للرجل اللي كيدور في الدار درك. داك براين اللي كيضحك ويحلم بالمستقبل هذا ما بقى كيشوف قدامه غير تاريخ واحد مكتوب بحروف حمراء، ليله نويل. شرا لوطو قديمه مهلوكه من عند مول بيع اللواطه بلا اسئله ولا ورق زايده. ملي خدم المساحات وتحيدت الغبره من الزاج بان الطريق قدامه واضح، بحال الاهداف بداو يبانوا له واحد بواحد. وصل لوطو للدار وبدا يعدل فيها. صوت المطرقه والحديد بدا كيعمر المكان من الصباح لليل وهو كيقوي الهيكل وكيجهزها للمطاردات والاصطدامات. مرته كانت شايفه شنو يوقع وفاهمه علاش، ولكن ما قدرش توقف راجل دفن جزء من قلبه مع ولده. العلاقه بيناتهم بدات كتنهار. براين كان حاضر بجسمه وغايب بعقله، مركز غير على التدريب والحيط ديال التصاور. في واحد الليله نهاروا بجوج وتعانقوا في الظلام بلا كلمه. هو ما قدرش يهضر وهي ما لقات حتى كلام يداويهم. فهموا باللي الحب ما ماتش ولكن الحزن ولا اكبر من الدار اللي ساكنين فيها. المراه نتاعو قررت باش تمشي باش نقض ما بقى معقلها. مسحت دموعها، هزت سيكانها وخرجت بلا ما تدور حيت كانت عارفه باللي نظره وحده تقدر تردها. من تسد الباب حس براين باللي اخر حاجه كانت رابطه بالحياه العاديه مشات وما بقى عنده ما يخسر غير نفسه. وصل اكتوبر وبقاو غير شهرين تقريبا على نويل. براين رفع المراقبه لمستوى اخر، كان كيتبع افراد العصابه في الليل، كيصور لقاءات ويسجل اوقات الدخول والخروج. بالنسبه ليه ماشي غير اللي تيرا فيه، حتى اللي كان معاهم وساعدهم كان شريك في دم ولده. راقب بلايا ولكن الزعيم كان حاضر وكيتخفى بزاف. بعد عينيه شدوا واحد سميتو انطوني، شافو خارج من العماره هاز الصاك وركب في اللوطو. تبعوا ايام حتى عرف روتينو وتصويرته زادت في الحيط الحرب على العناوين والمسارات. بعد عيد الشكر ولا براين شخص اخر، الجسم ضعيف اختفى، بلاصتو بان راجل كيتحرك بين ديباط، كيسوق بحال محترف وكيضرب في الهدف من اول طلقه. ولكن كانت باقيه حاجه ما تعلمهاش من التدريب، شنو كيوقع ملي الخصم الحقيقي يرد عليك ويبغي يقتلك. باش يكمل معلوماته دخل في ليله متاخره من الشباك لدار انطوني، تحرك بلا صوت ولكن انطوني سمع شي حركه وخرج يشوف. قبل ما يفهم ضربوا براين وطيحوا من الدروج، جروا القبو ربطوا علقوا مقلوب من السقف ومن بعد لبس القناع السدود باش يخبي وجهه. حيت ما قادرش يهضر كان لي استنطاق كامل بالاسئله المطبوعه. كان كيوري انطوني ورقه بورقه ويطلب منه يكتب الاسماء، العمليات، مخابئ السلاح والفلوس وتحركات بلاير. انطوني شاف الصور والملاحظات اللي جمعها براين وفهم باللي قدامه واحد مراقبهم مشهور. حاول يقاوم، فغرس براين سكين في الخشب حدا وجهه. وصلت الرساله، انطوني دار راسو استسلم ولكن تسنى الفرصه، فك جزء من القيود وخطف السكين وغرسها في براين. ديك اللحظه بان في الفرق بين التدريب والقتال الحقيقي. الالم شتت براين وانطوني كان يقلب عليه الطابله. رغم الجرح براين تمسك بالغضب اللي كان حاكمه
صد الهجوم، رجع يضرب أنطوني بقوة حتى طيحو وما بقاش قادر يتحرك. خداه أسير واستخرج منه المعلومات والاعترافات اللي محتاج. داز الأيام اللي بقاو كيراجع الخطة حتى جا 24 من دجنبر. صف الأسلحة والمعدات فوق الطابلة، بحث كل قرطاسة وكل قطعة وراجع الطرق التي يدوز منها. فكر يمشي يشوف مرته ولكن تراجع. عود ذلك هز الهدية اللي بقات مسدودة من نويل اللي فات وركب متوجه للمقبرة. ركع قدام قبر ولده، حط الهدية فوق التراب ومد يدو الحجرة الباردة. بقى تما وقت طويل وعنده كلام عام كامل محبوس في صدره، ولكن حتى إذا كان صوته مازال موجود ما كانش حتى جملة غادي تكفي. ودع الطفل بطريقته ومن بعد تحرك باش يبدا الحساب. رمى أنطوني مربوط قدام باب المفتش دينيس وحط حداه ظرف حمر. ملي وصلوا البوليس دخلوا أنطوني وفتح دينيس الظرف، لقى رسالة قصيرة مكتوب فيها باللي كل شيء غادي يسالي هاد الليلة، ومعها مفتاح إلكتروني فيه تحقيق كامل. المحتوى كان صادم: جرائم عصابة بلايا، عملية تسليم، تبييض الفلوس، العلاقات والأماكن، ومعهم اعتراف مكتوب بخط أنطوني. براين جمع الشهورة ديال المراقبة في ملف يقدر يدفن العصابة قانونيا. هاد الاحتياط حيت عارف باللي ممكن ما يخرجش هاد الليلة، وإلا مات البوليس يقدر يكمل الحساب. دينيس فهم باللي الحرب الذات، وأن الأب المجروح قرر يدير بوحدو الشيء اللي ما قدرش التحقيق يديرو خلال عام كامل. براين انطلق ناحية مخبأ بلايا، لكن سمع في الراديو نداء على سرقة مسلحة قريبة. بدل الطريق ولقى جوج مجرمين غلاظ هازين سلاح ومسروقات. خدا موقع جانبي وتسنى حتى تحركوا، ومن بعد ضغط على المازوت وضربهم باللوطو بالجهد. واحد طار والثاني تشبت في اللوطو وبدا يطلق القرطاس من السقف. براين فرينا وزير القيدون يمين ويسار باش يطيحوا حتى سكت إطلاق النار وبدا الدم كيسير فوق الزجاج. بقى لحظة كيشوف قدامه مستوعب باللي هذه أول حياة كيحيدها بيديه. تقل دخل صدره، لكن الليلة ما خلاش ليه الوقت يحاكم ضميره. قرب من مقر بلايا، خدا باكية ملفوفة ورماها من فوق السور. رجال العصابة فتحوها ولقاو داخلها يد أنطوني مقطوعة. هزوها للزعيم وملي عرفها شعل فيه الغضب. اعتقد باللي عصابة رويز المنافسة هي اللي خطفت أنطوني ودارت هاد الإهانة، فعطى الأمر لرجالو يردوا في الحال. هذه كانت خطة براين، يشعل حرب بين العصابات ويخليهم يضعفوا بيناتهم قبل ما يدخل. بعد دقائق انفجرت الزناقي بالقرطاس. رجال بلايا ورويز بداو يطيحوا واحد واحد، وكل جهة مقتنعة باللي الأخرى هي اللي بدات الهجوم. براين قرب يدخل المعمعة ولكن شاف بوليسية محاصرة واحد بلاكة صغيرة ورصاص جايها من الجهتين. دخل باللوطو ودار قدامها كيضرب مسلحين اللي قربوا منها بدقة. السيارة كانت كتدور وسط النار بحال شي شبح حديدي. وقف حدا البوليسية وطلعت، لكن قبل ما يهربوا ضرباتها قرطاسة في الظهر. ساق بسرعة باش يخرجها لمكان آمن وهي كتفقد الدم والنفس فوق الكرسي. وصلوش لنهاية الحي حتى مات تحداه. غمض عينيه لثانية حيت حزين انتقامه جر حتى ناس أبرياء لهذا الجحيم. ومن بعد رجع للطريق. واحد من أفراد العصابة كان داير اللايف كيصور الدم بحال شي لعبة. ضربوا براين باللوطو، دا تليفونه وشاف مباشرة الكاميرا بوجه مجروح وبارد. ومن بعد صيفط التسجيل البلايا. الزعيم شاف الرجل اللي خلاه ميت قبل عام رجع من وسط النار ورجالو كيسقطوا قدامه. لأول مرة دخل الخوف لقلبه. نشر مكافأة $5000 لأي واحد يقتل براين قبل ما يتوفى الليلة، وطلب من جميع رجالو يرجعوا للمقر ويحاصروه. براين لمح لويز زعيم العصابة المنافسة وداز حداه ببطء باش يستفزو ويجروا وراه. طلع القنطرة وقف للحظة، مد يدو الكرسي وهز قطعة صغيرة مرتبطة بالموسيقى ذكرى من ولده وقربها لشفايفو وباسها. في صمت وعد الطفل باللي المسؤولين غادي يواجهوا الحساب. من بعيد بان رويز جاي بسرعة، ركب براين وفي نفس اللحظة خرجت لوطو من الزنقة جانبية وضرباته. بدات مطاردة جنونية وسط الشوارع، الحديد كيتحك، الرصاص كيطير والواطة كتشق المدينة بسرعة قاتلة. المفتش دينيس كان كيتبع التقارير في الراديو. حرب بين جوج العصابات، وحده كتضرب من هنا وتختفي من تما. جمع التفاصيل وفهم شكون كيسير الليلة. أما بلايا فكان في المخبأ كيتلقى المكالمات من كل جهة. رجالو كيموتوا، رويز داخل في الحرب وبراين قرب يوصل. أما الباقيين رجعوا للمقر. هاد الشيء بالضبط هو اللي كان براين باغي. لبس الكبوط، راجع السلاح وقلب عينيه. هذه هي الجولة الأخيرة، يا يكمل الحساب يا يبقى مدفون وسطهم. رجال العصابة بداو كيدخلوا للمخبأ من كل طريق وبراين كيتحرك معاهم في الظل. تسلل من تحت الباب الحديدي قبل ما يسد ولقى الطابق الأول عامل بالصراخ والسلاح. بدل ما يضرب بعشوائية خدم بالخطة، يسقط واحد يبدل الموقع يعمر سلاحه ويضرب الثاني قبل ما يعرف مصدر النار. شهور التدريب بانوا في كل حركة. نقل المستوى السفلي ومن بعد زرع ألغام في مداخل العبور باش يوقف التعزيزات ويشري الوقت. طلع ناحية السطح وهو عارف بلي بلايا انه لداخل. خرج ليه رويز خطرة وحدة أكبر وأثقل، والغضب مخليه يضرب بلا ما يتوقف. من أول ضربة مشى القتال ضد براين، كل كلمة رجعته الرور. جروحه تحلو وجسمه بدا يطلب الرحمة. في ديك اللحظة تفجرت الألغام لتحت
وقطع الانفجار من داخل السطح. لويس دار وجهه ناحيه الصوت غير جزء من الثانيه، ولكن براين استغلها، قلب الدفاع للهجوم، جمع غضب عام كامل في ضرباته حتى طيح لويس ونهى المواجهه. دينيس وصل المبنى وتبع الطريق جثث والدم حتى للسطح، لقى افراد من العصابه مازالين واقفين فواجههم بضربات دقيقه. من بعد تلاقى مع براين وجه لوجه، براين رفع الكابوس عليه ودينيس قدر يضربه، لكن شاف قدامه ماشي غير قاتل، شاف باين حناته سنه من الحزن، دارو خاويه وولده مدفون وصوته مشالو. هبط سلاحه وقبل ما يتحركوا خرج القرطاس من وراء الباب وتصابوا بجوج، تبادلوا نظره وفهموا بعضياتهم بلا كلام، ثم تحرك كل واحد من جهه باش يحاصروا مطلق النار. براين خرج من الظلام ولقى مراه واقفه بالسلاح وجهها عامر خوف ودموع، تردد وهبط الكابوس شويه ولكن الرحمه كانت تقتله. رفعت سلاحها وضربت بلا تردد، ودينيس تلقى حتى هو جوج قرطاسات. اضطر براين يرد النار ويطيحها. لحظه كيشوف الكابوس الملطخ بالدم، ومن بعد دفع الباب الاخير لداخل الغرفه. كان بلايا كيتسناه. براين وصل مجروح من كل جهه وبالكاد واقف، اما الزعيم فرفع كابوسه وابتسم مقتنع باللي النصر رجع ليديه. قبل ما يطلق بلايا الضربه الاخيره جات رصاصه من بعيد وضرباته. دينيس رغم جروحه وهو اللي نقض براين، القرطاسه ما قتلش الزعيم وبقى كيحاول ينوض ويمد يده لسلاحه. تقدم براين ونهى الحساب بضربه اخيره، طاح بلايا وما تحركش والمكان ولا ساكت خطره وحده. من بعد ليله كامله ديال الرصاص والانفجارات بقى البارود معلق في الهواء، وبراين واقف وسط الخراب كيشوف للراجل اللي سرقوا منه ولده وصوته وحياته القديمه. ليله نويل سالات والعصابه تدمروا للجوج، والملف اللي وصل لدينيس ضمن باللي حتى اللي بقى منهم غادي يتشد. براين وصل للانتقام اللي حضر ليه عام كامل، ولكن وسط الصمت فهم الحقيقه اللي كان كيحاول يهرب منها بلايا، ولكن ما رجعلوش ولده وما عمرش الضرب الضحك وما وصلش العلاقه اللي كسرها الحزن. الانتقام قدر يسكت القرطاس ويوقف القتاله، لكنه ما قدرش يبدل القبر ولا يرجع الزمان لذاك النهار قبل ما تبدل المطارده. براين وصل الغرفه منهك ومغمى بالدم، وصوت العالم كامل ولا بعيد، ما كان عنده ما يقول، حتى ولات له مثلا الحبال الصوتيه ديالو ما كايناش كلمات تشرح شنو خسر وشنو ولا. حسب القديم تسد، لكن الجرح بقى مفتوح. في وسط الهدوء نويل اللي جا من بعد العاصفه كان الصمت اللي داخل براين اعلى من كل الطلقات اللي ضربت في ديك الليله. من يعجبكم هذا الملخص وكتبوا لي في التعليقات من فيلم بغيتوا نلخصوا لكم المره الجايه.